بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده لأول مرة من فترة طويلة هتكلم عن كوبري 51، الكوبري اللي توقف العمل فيه، عشان نشرح لحضراتكم كل حاجة خاصة بالكوبري. احنا في موقع الكوبري اهوت، ده الحديد المقاول مشونه، وفي انتظار بدء العمل بعد قرار من الري بغلق او قفل المية عشان يبدأ يشتغل. لكن ناس كتير سألتني المدارس جاية والكوبري وايه الوضع، فانا حبيت اعمل لكم الكوبري ده، اعمل لكم الفيديو ده عشان نوضح فيه كل حاجة. انا اهو على كوبري المشاة وهشرح لكم بالظبط. انا في 30 يناير وقفت مع المقاول هنا، وقال لي ان هو خلاص هيبدأ العمل وهينتهي العمل خلال 3 شهور. هو معاه رخصة بسنة وهيخلص خلال 3 شهور. قفلوا الري مشكورا وقتها، قفل المية في 30 يناير، ركز معايا في التاريخ، قفل المية وخلاص سمح للمقاول بالعمل. لكن هو للأسف ما كانش خد موافقة إدارة مرور الداخلية اللي اعترضت على الميعاد وقالت إن شهر رمضان جاي. كنا في 30 يناير ورمضان كان 1/3، فطبعا لو بدأ العمل، وبالتالي بناء على قرار المرور تم تأجيل العمل حتى نهاية شهر رمضان. فضل الشغل متوقف لحين انتهاء شهر رمضان، وبدأ العمل فعلا 13 إبريل في هدم الكوبري. أول يوم في هدم الكوبري كان 13 إبريل 2025. لما اتقفلت المية في شهر مايو للمقاول، كان واخد وعد شفهي بأسبوعين. بعد 10 أيام فوجئت إدارة الري بشكاوي الفلاحين اللي بدأت تزرع الرز. انتوا عارفين رمي بذور الرز في الأراضي بيبدأ من شهر مايو وبينتهي في شهر يونيو. ما ينفعش تعطش الأراضي وفيها محصول الرز اللي هو الفلاح بيحط فيه كل رأس ماله وبيستناه من السنة للسنة. وبناء عليه اتفتحت المية في تقريبا 12 مايو بعد ما عمل الشغل الحصيرة الأولانية. النهارده انا كنت زي ما قلت لكم ما كنتش عايز اجي لما يكون في ميعاد مكتوب لفتح الميه، لكن تواصلت مع جهات كتيره، الاحداث تلاحقت والمرور ياجل. لكن النهارده احنا فين؟ النهارده احنا بقالنا تقريبا من 30 يناير موعد حضور المقاول واعلان بدء العمل في الكوبري، فات 7 شهور ما اتعملش فيهم حاجه. 7 شهور كاملين ما اتعملش فيهم حاجه في الكوبري، والبلد طبعا بتعاني من قفل الكوبري. طب المدارس قربت؟ لا، انا بقول للناس ما حدش يعني ايه يأقلم نفسه ان الموضوع هينتهي قبل دخول المدارس. هيبقى الكوبري ده هو مكان العبور، لو نقدر ننسق مع ادارات المدارس ما تخرجش الطلبه في وقت واحد. لكن دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ في كلام رئيس المدينه بيحاول مع الري ان هي يبقى في غلق الميه في نص شهر 8. لو انا قلت لك ان الري رافض يفتح الميه او يقفل الميه هتقول حرام عليهم، هتلاقي التعليقات على الفيسبوك كلها حسبي الله ونعم الوكيل. لا، استنى، هو الري ده مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن انه يوفر الميه للفلاح. فلما تيجي تقول له اقفل الميه عن الفلاح، هو مسؤول عن انه يحافظ على مصالح الفلاح. فالموضوع شائك ومعقد، لان انت بتتكلم في ري وسكه حديد وميه، فانت بتعمل توازن بين الامور وبعضها. احنا على الكوبري اهو، واخر حاجه عرفتها ان في محاولات لبدء العمل مره تانية زي ما انتم شايفين، ووريتكم الحديد محطوط وهو وتشويد البضاعه. بدء العمل في شهر 8، بس ما ترجعش تقول لي انت قلت. مفيش ميعاد مكتوب بالكلام ده، مفيش كلام مكتوب، مفيش محضر انضمام اتعمل عشان ااكد لك الكلام. انا بجيب لك معلومات اوليه. الكوبري اهو، وده المزلقان تقريبا من 13 ابريل. بداية تكسير الكوبري كان في 13 ابريل. ده الكوبري طبعا شريان من احد الشرايين بمدينة طلخ. يبقى انا بقول لك عندنا مشكلة في توفير المية للفلاح. اهم حاجة الشهور دي اصلا مش شهور المية الري يقفل فيها المية. لو كان الامور مشت زي ما هي في 30 يناير ولم يكن هناك اعتراض من المرور وكانت الامور مشيت طبيعيه، كان اتعمل الحصيره الخرسانيه وبعد كده سهله. طيب لو في مقاول بامكانيات كبيره او شركه مقاولات عرضت على اداره الري ان هي تعمل مضخات للميه ما قبل وما بعد عمل جسم الكوبري، كان ما حصلش مشكله. انما لكن انت النهارده بتروح
مديرة الري بتقول لها اقفلي المية عشان نعمل الكوبري. طيب ما هي عندها الفلاح عايز يروي الارض، فالموضوع صعب جدا. انا حاولت اشرح لكم الموضوع من كل الجوانب، ولكن المعلومات المتوفرة عندي ان في خلاص بدأنا يعني موسم الرز، معرفش مواعيده، لكن هو انا اعرف ان الرز بيتبذر في الاراضي من اول مايو حتى 15 يونيو، وبيقعد 3 شهور في الاراضي. فبنتمنى يبقى في تنسيق، وزي ما قال الاستاذ اسلام النجار رئيس مركز مدينة طلخة ان هيبقى في محضر انضمام جديد بعدد فتح المية او قفل المية عشان المقاول يخلص في 6 ايام الحصيرة الخرسانية المطلوبة. بعد كده ممكن يبقى في فتح المية من جنب وجنب، ونتمنى الامور تمشي زي ما احنا بنتوقع باذن الله.